بما ان ناس كتيره قالت لي ان طريقتي حلوه انا بقول قصص، وقالوا لي جرب تقول قصص مش لازم تكون قصص عنك انت بس كمان. ففيديو النهارده هتبقى بدايه السلسله دي، ان انا اصلا هحكي قصص مش لازم تكون عن انا، ممكن تكون عن اي حاجه. ولو عجبكم الفيديو ان شاء الله مش هيكون اخر فيديو. طبعا انتوا مش متعودين عليا وانا هادي كده، وكتير منكم هيسال نفسه وانا ليه هادي كده النهارده. يا ترى ليه؟ علشان النهارده فيديو رعب. لقيت موقع لقصص رعب قصيره حقيقيه حصلت لناس، في حاجات منها بالعربي وفي حاجات منها اجنبي. فانا هقرا القصه معاكم وهحولها لكم للمصري، وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يلا بينا ندخل في الرعب. طيب يا جدعان، القصة اللي هنقراها دلوقتي بعنوان طالب طب في المقبرة. في طالب في أواخر الأيام الدراسية بتاعته كان في حاجة ماسة الجثة علشان يطبق عليها عملية، ففكر زيه زي أي طالب في طب إن هو يشتري جثة علشان يشرحها. وواحد من صحابه دله على راجل غفير في التراب، وكمان راحوا المقبرة واتفقوا مع الغفير على الجثة المطلوبة. وطبعا لازم الجثة تكون على طبيعتها، وبيفضل إن هي تكون مدفونة في نفس اليوم علشان يكون فيها كامل أعضائها من غير ما يكون في حاجة فيها اتحللت. وطبعا زي ما اتفقوا ان هم هيكونوا على اتصال بالغفير شخصيا، وانه اول ما تتوفر عنده جثه هيتصل بيهم ويحدد معاهم ميعاد للاستلام. وبالفعل اليوم الثالث بعد ما اتفقوا مع الغفير وصلته الجثه، واتصل على الطالب علشان يروح له ويسلمه بقيه المبلغ ويستلم منه امانته اللي هي الجثه. وطبعا اتفقوا برضو ان هو ما يروحش معاه الا صديقه علشان الغفير ما يعرضش للمساءله يعني. اتفقوا مع بعض على ساعة معينة، كانت الساعة 8 بالليل، وبالفعل جهز الطالب الفلوس بتاعته وراح له. كان الغفير ليه أوضة في أول المقابر. الطالب خبط على الباب بكل أدب وذوق، ولكن مفيش حد جاوبه. اتصل عليه على التليفون ولكن مفيش حد رد. فقعد الطالب في انتظاره، وبعدها جه اتصال من الغفير وبيقول له ادخل وحدد له المكان اللي فيه الجثة علشان الطالب يساعده ويخرجها معاه. طبعا الطالب راح اتباعا لطلبه، وأول ما وصل للمقبرة اللي فيها الجثة لقى حيطة سد في وشه. حس ساعتها ان هو ضيع الطريق، فاتصل على الغفير علشان يقول له مكانها فين بالظبط، ولكن مفيش اي شبكة. فبعت له رسالة بيقول له اعمل ايه فيها، لعل وعسى الغفير يرد عليه. فضل يمشي ويمشي لغاية اما لقى نهاية المقبرة، وهو راجع خبط في راجل طويل جدا وما تقدرش تشوف ملامح وشه. طوله مش زي طول اي بشري عادي. مرة واحدة اتمسمرت رجله في الارض وعجز عن الحركة. وبالرغم من قرب الشيء عنه، الا بالرغم من ان هو فضل واقف في مكانه ومش عارف يعمل ايه، بس مره واحده عرف ان هو يجري في اللحظات الاخيره، ورجله ساعدته لغايه ما وصل لنهايه المقبره. قرر ساعتها ان هو يتسلق الحيطه اللي كانت في نهايه المقبره علشان يخرج من المقبره نهائيا. ولكن اول لما وصل لنهايه الحائط لقى الحيطه بتعلى اكتر واكتر بشكل مخيف ومفزع للنفس. معرفش يعمل ايه ساعتها، ومره واحده لقى طوله نفس طول الشخص الغريب ده اللي ما كانش ينتمي للبشر ولا كان يمت ليهم باي صله. وبص ليه لقاه بيبتسم له ابتسامه بخبث غريبه جدا. وفجاه مره واحده لقى نفسه مرمي على الارض وفي ايد بتخبط على كتفه. صرخ وهو خايف جدا، بس لقى الايد ديت هي ايد الغفير. فالغفير ساعتها حس ان الطالب في حاجه غلط، عشان كده مسكه وهداه وجاب له كوبايه ميه. الغفير قال له يا ابني ما ينفعش تدخل المقبره، وخصوصا انك بالليل ولوحدك، لازم يكون معاك واحد، يا اما هتشوف حاجات انت مش هتحب انك تشوفها خالص. الطالب قال انا شفت اغرب حاجه انا شفتها في حياتي. كان شخص قبيح وطويل جدا بيبص عليا وبيبتسم لي ابتسامه خبيثه جدا بتجيب الخوف والرعب ليا، وكأن بيني وبينه طار. قال له انا مش هاخد الجثه ولا هاجي المكان ده تاني، انا كنت هموت. قام الغفير بص له بصه غريبه جدا وقال له وانت فاكر ان بالحركه ديت هيبقى حكايتك خلصت معاهم؟ طالما ظهروا لك فاكيد مش هيرتاحوا غير وانت في القبر معاهم. الطالب قال له تقصد ايه؟ قام الغفير قال له هيطردوك في كل حته وفي كل مكان. قام الطالب قال له انت شكلك مجنون. قام الغفير بص له وابتسم له نفس الابتسامه بتاعت الراجل الطويل وقال له علشان انا مش الغفير اصلا. اوكي اوكي، يعني هي كده اللي هو حاجة كده متألفة. اوكي، لقيت قصة تانية هي اطول بس باين عليها كويسة يعني. انا ما قريتهاش فيلا نقراها مع بعض. القصة ديت من واحدة اسمها منى حارس. فمنى بتقول حكايتي بدأت من وانا طالبة في الجامعة. كنت بحب اسمع قصص الجن والعفاريت وكتب السحر. النوعية دي كانت بتشدني قوي وتخليني افكر في العالم الغامض ده. عمري ما فكرت اجرب شيء حرام او غلط او اذي نفسي ابدا. انا عارفة نهاية الطريق ده كويس، فهأذي نفسي ليه؟ كنت بحب اسمع عنهم بس كفاية عليا. بس للاسف الشديد ما كنتش اعرف ان حبك للشيء والسماع عنه ممكن تخليه يحبك هو كمان ويقرب منك ويجيلك لغاية عندك. وده اللي حصل معايا بعد كده. اوكي، بداية كويسة. انا خلصت دراسة الكلية واشتغلت فترة صغيرة واتخطبت واتجوزت. ايه الكرواتة دي يا منى؟ وسكنت في بيت عيلة، وبدأت حاجات غريبة تحصل لي. كنت الاقي جوزي قاعد يتفرج على التلفزيون، اسأله اعمل لك شاي معايا، يرد عليا وهو بيضحك قوي ويقول لي ماشي اعملي الشاي. اروح اوديله شاي يبص لي بدهشة ويقول لي انا ما طلبتش الشاي.
الاول افتكرته بيهزر معايا وانه بيعمل فيا مقلب علشان يضحك عليا علشان اخاف. عشان اخاف. ومرات تانية كنت ادخل الحمام اسمع صوت جوزي وهو بينادي عليا، ارد عليه واقول له نعم عايز ايه، يقول لي مفيش حاجه، اقول له انت لسه منادي عليا. كان بيرد بتعجب انه ما ناداش عليا خالص. كنت حاسه ان في حاجه غلط لان الصوت جوزي كان بيكون في حاجه غريبه ما بيكونش فاهماها للامانه. فحكيت لجدتي القصه. جدتي قالت لي ما ترديش على اي حد ينادي عليكي الا لما تكوني قدامه، قولي له بتنادي عليا يا فلان. وقالت لي كمان ما تناديش على حد بالليل ابدا. وبعدها بدات اسمع خطوات تقيله ورجلين بتمشي في الشقه اللي فوق مني على طول، زي ما يكون حد بيجرجر حاجه تقيله على الارض. مش عارف احدد هي ايه بالظبط. الموضوع وصل اني كنت بحس بانفاس حد بيتنفس ببطء جنبي، زي ما يكون في حد معايا في الاوضه. اوكي باين ان دي احسن بصراحه. كنت بحس باشعار في جسمي جامد وسخونيه، زي ما يكون صهد خارج من جسمي. كنت ببقى خايفه قوي ومرعوبه لدرجه وحشه، بالذات لما جوزي يكون مسافر في الشغل وانا لوحدي في الشقه بالليل. في يوم كان جوزي مسافر وكنت خايفه قوي ابات لوحدي في الشقه، فطلبت من حماتي انها تبات معايا الليله دي بشقتي، لاني خايفه وما كانش ينفع ابات عندها في شقتها لان عندها اولاد شباب لسه ما اتجوزوش. حماتي الله يكرمها يا رب وافقت وطلعت تبات معايا في الشقه. الساعه 1 بعد نص الليل لقيتها بتصحيني بصوت عالي قوي وبتزعق، وبتقول لي انت ازاي تتجرأي وتضربيني وانا نايمه، وازاي تتجرأي تعملي كده فيا. انا كنت ببص لها بدهشه ومش مصدقه، انا استحاله اعمل كده في ست قد امي. قلت لها انا لسه هكمل، لقيتها بتقاطعني بغضب وقالت لي الصباح رباح، في حوالينا جيران، بس لما جوزك يجي انا لازم اطلقك منه. التصعيد الامور ده يا تيتا. وقعدت تزعق وتقول كلام كتير قوي وانا مش متخيله ولا فاهمه ايه اللي بيحصل لكل ده. وبعد خناقه كبيره مشيت من اوضتي وهي بتزعق جامد وبتقول لي انا لازم اطلقك منه. جريت وراها في الشقه اترجاها تسمعني بس هي مش راضيه تسمع. ببص في اوضه الاطفال وهي واقفه على الباب، لقيت حماتي نايمه في سابع نومه. انا قعدت اصوت بصوت عالي وجريت وانا مرعوبه، وفتحت باب الشقه وعمال اصوت واقول عفريت، ونزلت جري وجريت في الشارع بهدوم البيت لغايه ما وصلت بيت عيلتي. والحمد لله انه كان قريب وكان بعدينا بشارع واحد. اهلي قالوا لي في ايه اللي حصل، ما كانوش فاهمين حاجه، انا كنت بصرخ واقول لهم عفريت. حماتي صحيت ما لقيتنيش في البيت. المهم وقتها قالوا اني ملبوسه من الجن والكلام ده. جابوا لي شيخ وقعد يقرا عليا قران كريم وصور معينه من المصحف، وحسيت اني مستريحه جدا ومفيش حاجه غريبه بتحصل معايا. قعدت فتره كبيره ما اسمعش ولا اشوف حاجه غريبه. بعدها سيلفي الصغير اتجوز، وكانت علاقتي بمراته الجديده مش حلوه مع بعض. كانت دايما تحرق دمي وتضايقني وتحرجني قدام الناس، وانا للاسف ما كنتش بعرف ارد الموقف واخد حقي منها. فكرت انتقم منها اني اخوفها من شقتها واعمل فيها مقلب. للامانه هي تستاهله زي اللي بتعمله فيا واحراجها ليا كل شويه. المهم قلت لها بمكر، يا فلانه انتوا بتجرجروا ايه طول الليل؟ احنا ما عرفناش ننام من الصوت اللي بتجروه على الارض. ترد تقول لي انها ما كانتش في الشقه، هي وجوزها كانوا بايتين عند مامتها. كنت بخوف فيها واقول لها الحاجات اللي كانت بتحصل معايا قبل كده وانا مستغربه، لغايه في يوم من الايام لقيتها نزلت الساعه 6 الصبح تخبط عليا وتهبد على الباب. كانت بتصرخ وتقول لي انت ازاي تفتحي عليا باب شقتي وانا مش عامله نسخه للمفاتيح. وقعدت تصوت بصوت عالي وتقول لي انت عملتي وانت بهدلتي جامد وانا مش بنطق. بس كان بيحصل لها زي اللي حصل لي بالظبط، بس مش معقول يعني من كلامي ليها وتخويفي ليها، لا في حاجه تانية اكيد اكبر من كده. حالتها ساءت جدا وحماتي جابت شيخ للبيت لتاني مره. الشيخ سال هو في حد وقع من منور البيت او مات في البيت مقتول مش موتة عاديه؟ حماتي ردت بتوتر وقالت ايوه يا شيخ فيه. الشيخ سالها عن اللي حصل بالظبط، فحماتي قالت كان في واحده ست تخينه كان اسمها ام شريف، وكانت عايشه مع ولادها وجوزها في اخر دور. ام شريف كانت بتكره القطط قوي، وفي يوم من الايام ضربت قطه لحد ما ماتت وحدفتها من بير السلم. وبعد كده كانت بنتها بتنادي عليها، بترد عليها من بير السلم. بنتها شافت وكأن حد بيحدف امها وشالها وحدفها من الدور الاخير، وام شريف ماتت على طول. وهم حطوا عدس اصفر مغلي وقروا قرآن علشان عفرتها ما يخرجش. هما بيطبخوا حماتها. الشيخ قعد يقرأ قرآن كتير في البيت علشان ما يكونش في حاجة غريبة، وبعدها فعلا ما فيش حاجة غريبة ظهرت تاني. بس احنا سيبنا البيت وعزلنا المكان تاني وبيت جديد، وما فيش حاجة بتحصل الحمد لله. اوكي. يعني حاولنا ندور على قصص رعب كده نقراها لكم، وهما دولت القصتين بتوع النهارده. دلوقتي انا هطلب منكم بلاش تأليف، بس اهم حاجة لو في حد حصل له قصة رعب يحكيها لي بطريقة انها تتقري تحت في الكومنتات، واحتمال فيديو من الفيديوهات الجاية ارجع للكومنتات تاني واقرا القصص ديت اعمل عنها فيديو، وتكون قصص الرعب بتاعتكم انتوا. وبس كده، هو ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبتكم النوعية دي من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهحاول اكتر منها لو فعلا عجبتكم. وبس كده، هروح انا بقى اشوف الصوت اللي بيخبط في الشقة اللي فوق.